من اختصاصك يا حسان؟ قناص. شريط شاهده أهل المخطوف فشهدوا ضده. ابني كان موظف بالبنك المصرف، صار معه حادث مالي، اضطر انه يغادر الاراضي اللبنانيه لينهي وضعه بلبنان، وهو راح على سوريا، له بسوريا سنه ونص او سنه وخمسة اشهر قبل الاحداث اللي صارت بسوريا، عم بيتهموه باشياء ومعه اقامه وموثقه. هيدا انسان مظلوم بريء، كل اللي انقال انه قناص وانه حمل خيي بيعرفش يقوس بمسدس بمحبه بارود الصيد. وبلغة الخاطفين ردت عشيرة المقداد قائلة: نحن قوم لا نسكت على ضيم. نحن بنتمنى خلال 24 ساعة يكون في رد، إذا ما كان في رد ما حيكون في حدا راضي أبدا. في إلنا رد حيكون كتير 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 أكتر من الناس تتصور. بلغ الخاطفين إذا ما بردوا خلال 24 ساعة حيشوفوا شيء بلبنان ما شوفوه. كل مواطن سوري موجود بلبنان هو بريء، ولكن هو هدف. أنا أنصح بعد 24 ساعة بخروجه من لبنان. والعشائر ناطرة معنا، بيت جعفر، وبيعرفوا بيت جعفر شو عملوا، وبيت دندش، وبيت زعيتر ولاد عمنا، وبيت شمس، وبيت الحش حسن، كلهم حاضرين. نحن خلال 24 ساعة إذا ما أخذنا رد، خينا موجود هونيك، مبروك عليهم، بس نحن ما حنكتفي بس بخينا.